لا يخفى على حد ان فترة الثانوية من اصعب الفترات اللي ممكن تمر عليك في مشوار تعليمك، وعلشان كده دول 7 نصايح هيسهلوا عليك الموضوع جدا ان شاء الله. يلا بينا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ للناس اللي لسه داخلين ثانويه عامه السنه دي، خلينا نبدا على طول. اول وصيه: حول المذاكره لعاده. يعني السر كله في الكلمه دي، العاده. معظمنا ممكن يكون جاي من السنين اللي فاتت في التعليم ان هو بيذاكر بس وقت الامتحان وبيعدي ومفيش اي مشكله، ده المعظم. لكن السنه دي ما ينفعش انك تعتمد على النظام ده، لان الموضوع مش هتشد حيلك شهر ولا حاجه وتزنق نفسك وتلم الدنيا. لا، الثانويه العامه هي ماراثون، ما هواش سباق سرعه، فانت لازم تكون عامل حساب الفتره الطويله. وعلشان تتجنب المشاكل اللي بتحصل في الفتره الطويله ديت، اللي هو انك بتشجع شويه علشان تذاكر، تقعد تأنب نفسك كده، فتبدا تذاكر شويه حلوين وبعدين تريح فترة كويسة وبعدين ترجع تاني تأنب نفسك، فتخليك في دايرة مغلقة، والمحصلة في النهاية ان مفيش فعلا انجاز بيتم. عشان كده مهم جدا انك تحول المذاكرة لعادة. الموضوع مش بسهولة او ببساطة ان انا خد الكبسولة ديت هتظبط الدنيا، لا، الموضوع بيحتاج منك شوية معرفة الاول. انت محتاج تفهم اصلا ازاي العادات بتتكون وازاي تقدر تكتسب عادة جديدة. ومن هنا اول ترجيح، وهو كتاب العادات السبعة للمراهقين الاكثر فاعلية لشين كوفي. الكتاب ده يعني انا ما اقدرش اوصف قد ايه هو غير في حياتي وحسن حاجات كتيره جدا، وساعدني ان انا اذاكر اكتر واذاكر بجد والموضوع ما يكونش تقيل عليا، وساعدني ان انا يعني غير وجهه نظري لحاجات كتيره. الكتاب ده انا قريته في فتره الثانويه برضه، فارجح وبشده لازم تقرا الكتاب ده في البدايه، لازم. والموضوع ما يقتصرش بس على قرايه الكتاب ده، لازم تطبق اللي انت بتتعلمه. الكتاب مهيأ لينا او سوري ليكم، اللي هم الشباب اللي في فتره التينيج او فتره المراهقه، يعني تتفق او تختلف مع المسمى. يعني الفتره ديت مدعم بقصص وبصور وبجداول وباكسرسايزز. هتستمتع جدا بالكتاب. يعني قد يبدو ان الكاتب دافع لي فلوس علشان ارجح الكتاب ده، ولكن الكتاب ده رائع، لازم تقراه. لو مش لاقيه في العتبه او في القاهره او في مكاتب جرير او في المكاتب في الخليج، نزلوا PDF واطبعوا. لو انت مش بتعرف تقرا على الكمبيوتر باي صوره، اقرا الكتاب ده. دي اهم نصيحه في السبعه على فكره، السبعه وصايا بتوعنا دول دي اهم واحده. وخد بالك انك تساب عاده المذاكره هيوفر عليك المذاكره الدكاكين، اللي هو كل شويه تذاكر شويه وبعدين تريح، تذاكر شويه وبعدين تريح. لو عامل زي اللي بيسوق عربيه بيدوس بنزين فرامل، بنزين فرامل، مش هيروح لاي حته. لازم تفهم ازاي احنا بنكتسب عادات جديده. اقرا الكتاب ده، العادات السبعه للمراهقين الاكثر فعاليه. النصيحة التانية: ازاي تحافظ على حماسك. how to stay motivated. يعني مشكلة كتير مننا برضو اللي هو انك بتبدأ متحمس جدا، هتكسر الدنيا، وده يحصل لك بعد الفيديو ده، ان برضو هتتحمس بعد